اول حاجه يا حبايبي طبعا غاليه الميه اهي، لان هعمل نوع بطعم النعناع، وهنا هعمل 3 4 انواع مختلفين كده. علشان تعملي الكاندي بطعم النعناع بتجيبي نص حزمه نعناع وتغسليها كويس، وتحط عليها شويه ميه وبشفشة الخلاط تضربيها. دي هحطها في الحله دي. طبعا بشور البطيخ قدها شلت الطبقه الحمراء اللي بتبقى فوق دي، فاسيب الميه تغلب وبشور البطيخ اللي انا شلتها من فوق ديت. ولو عندك بطيخه مثلا طعمها مش حلو ممكن تحط مثلا قطعه او قطعتين، وبعد كده هنشيل ده كله ونرجع نحط بشور البطيخ. وهنا هضرب النعناع وارجع له تاني. خلطت النعناع اهو، مجرد ما يغلي هنزل على طول بالقطعه بتاعت بشور البطيخ. اما ده بسيبه لمده 10 دقايق علشان طعم البطيخ يطلع في الميه. هنشوف بقى مع بعض ونقطع القطعه دي ازاي. تعملي القطعه اللي انت عايزاها، طويله قصيره دي شيء يرجع له، بس اهم حاجه تخليها سميكه كده علشان ما تبقاش ملهلطه كده وسايبه على نفسها، تكون متماسكه كده زي ما تكون رايحه تعملي بطاطس رايحه تحمراها كده. انا طبعا كنت مقطعاه من ليله امبارح وحطاه في التلاجة، كل ما العيال يعملوا حته بطيخه اقوم مقطعاه وحاطه في العلبه لحد ما عملت الكميه دي. بشيل الحته الحمراء اللي فوق دي، وبعد كده بتشيل القشره الخضراء دي. بسم الله. كل ما قشره البطيخه بقت سميكه كل ما بقى افضل، خلي الحلاوه معاكي سميكه كده متماسكه. بعد كده بتقطعي القطع اللي انت عايزاها. تبقى حذر قوي انت بتشيلي البتاع دي، لان ممكن السكينه تكون معديه مع ورا ايدي. بس النعناع هنا واتغلى، هي طلع الكلام ده معاكي بطعم وريحه النعناع. نحط شويه هنا. بسم الله. هغطي عليه واسيبه يغلي لمده ربع ساعه على نار وسط. بعد ما سيبته غلي حوالي ربع ساعه كده، ورحت البطيخ طلعت حتى ما تدوب المعلقه كده شويه ميه، تحس ان الميه مختلفه مش زي الميه العاديه. ولو مش عايزه تعملي الخطوه دي بلاشها خالص، حطي ميه عاديه، بس جربيها تفرق قوي في ريحه وطعم الكاندي معاك. هتسيبها بقى تغلي لمده ربع ساعه على نار متوسطه وما تقلبيهاش وهتيجي جنبها خالص. اما دي خلاص كده هطفي عليها. دي خدت ربع ساعه بالظبط وقربت تستوي. مش عايزه اسويها تسويه كامله، تاخد نص تسويه والنص التاني تاخده في السكر. طلع ده بقى من الميه، شايفين طالع معلش النعناع ولا حاجه خالصه. وحتى لو طلع عليه قطع نعناع مفيش اي مشكله، بس ريحته والله ما شاء الله ريحته حلوه قوي. لو جربتوا اللي بطعم وريحه النعناع ده هيعجبكم قوي ان شاء الله. احسن بقى من الحاجات التانية خالص، بس انا حبيت اعمل لهم ده وده. مستواش جامد عشان يبقى ماسك بعضه كده. القشور التانية اهي بعد ربع ساعة، ما تكتريش عن ربع ساعة عشان تفضل متماسكة. ممكن تعملي كمية كبيرة بقى وتعبيها في براطين كده ازاز تحطها في الفريزر. بصراحة قشور البطيخ ده اللي يرماها يبقى غلطان. تعملي كاندي لاولادك كده وتفرحيهم وريحتها ما شاء الله حلوة خالص. تعملي مربى. شوف الخطوة اللي بعد كده بقى يا حبايبي، هنكيلهم كده شوفهم قد ايه علشان السكر بس. يعني هنقول دي كوباية، كوباية كيلي بقى تكيلي بقى السكر 2 نقول 3، مش مليانين جامد يعني، فالسكر هيبقى مليان جامد يعني. ممكن تكيلهم قبل ما تسلقيهم، هنقول 3 برضه. سبحان الله، نحطها بالبركة كده. السكر بيبقى مدكوك طبعا زي ما انتوا عارفين. 3 كوبايات هنا و3 كوبايات هنا، هنضيف التلت سكر. هنحط هنا كوباية سكر مليانة على 3 كوبايات، وهنا كوباية سكر مليانة. بعد كده هنحط عصير ليمونة كل واحدة كده. لو عندك ملح ليمون حط بس ذرة كده عشان يبقى مزز معاكي ويعيش معاكي فترة طويلة. معلقة هنا ومعلقة هنا. اول ما يبدا في الغليان كده بتهدي النار خالص وتقلبي بقى على نار هاديه كده. كل مدى تقلبيه تقليبه كده لحد الميه ما تنشف خالص.
على نار هاديه عشان يستوي معاكي ويشرب السكر. لما تلاقي الميه قربت تنشف كده بتنزلي بباكو فانيليا باودر، بلاش اللي هي السايله، وتضيفها في الاخر علشان الكاندي تفضل بريحه الفانيليا. وبعد كده لما تلاقي الميه اختفت خالص ما عادلاش اي قصق، بعد كده بقى بتاخدي الحاجه بتاعتك على الرخامه كده وتسيبها تبرد خالص. وبعد كده بقى بتقسميها زي ما انت عايزه تلونها اخضر اصفر، الالوان اللي انت عايزاها. طبعا الالوان بتجيبها من عند اي سوبر ماركت او اي حد بيبيع مستلزمات الحلويات، هتلاقي عنده ازاز صغيره كده جميع الاطعمه اللي انت عايزاها، في بالكولا والفراوله والنعناع والرمان، وفي اطعمه كتير قوي. بس انا بصراحه ما جبتش، يعني كان متوفر عندي الالوان ديت، اشتغلت بقى وخلاص والحمد لله عجبته. طبعا الطبق الاخضر ده انا كان عندي في اطراق بطعم النعناع، حطيت معلقه وحطيت اللون الاخضر، وبصراحه كان افضل طبق عجبهم اللي انا حطيت عليه معلقه الفتراك. والفتراك متوفر منه برضو اطعمه كتير قوي، في نعناع وفي رمان وفي فراوله. وكمان في فكره حلوه، او ممكن تجيبي جيلي بالفراوله بالبطيخ بالتفاح الاخضر، في الوان كتيره قوي في الجيلي. وبعد ما تسوي القشور البطيخ دي وتخليها مظبوطه زي ما انت شايفه كده، تحط بقى عليها ايه شويه سكر، تحط على الجيلي مثلا تاخدي معلقه من الجيلي الاحمر او الاخضر او الموجود عندك، تحط عليها معلقه سكر وترش كده على الايه على قشور البطيخ دي، هتلون معاكي وكمان هتبقى متغلفه من بره بالسكر والجيلي، وتديكي مزازه حلوه قوي. ومش لازم تحطي النعناع، ممكن تسلقيها خالص من غير النعناع برضه هتبقى حلوه. بس النعناع لما بتغلي قشور البطيخ فيه بيشرب من جوه، القشور البطيخ بتشرب من جوه النعناع، فبتبقى حلوه قوي معاك. طبعا انا حطيت هنا شويه في الحله وحطيت عليهم بقى ايه لون الشوكولاته، وحطيت عليهم سكر. وبعد كده جبت صينيه وحطيت عليها كيس، ومش لازم تحطي كيس يعني، وتسيبها تنشف زي ساعتين 3 كده. وبعد كده بقى تحطها في علب بلاستيك علب ازاز وتحطها في الفريزر. ده لو انت عملت كميه كبيره، انا ما شاء الله عيالي اكلوا الكميه دي كلها، يعني بات تاني يوم كده شويه صغير. انه رجعت عملت بدل مره مرتين والله. وتشوفوا دلوقتي المرتين اللي انا عملتهم غير دي كمان، وهعمل كمان ان شاء الله. كل ما بيجي لي بطيخه بفضل اخد القشر بتاعها واقطعه واحطه في التلاجة لحد ما اخلصها، واخد الكميه بقى اللي انا حوشتها ديت، اقعد بقى مع العيال اسمع مسلسل، واقعد بقى افرش واقطع واقوم قايمه على طول مسوياها ومعبياها. وما شاء الله حلو قوي والله يا جماعه، جربوها. جربي بس منها كميه صغيره كده، وبعد كده تعملي كميات وتفرزيها. ما شاء الله شايفين. طبعا دي كانت مره قبل كده، دي تالت مره والله اعملها، وكنت لسه مقطعه بطيخه دلوقتي شلتها عشان اعملها. وناويه ان شاء الله طول ما في بطيخ بيجيلي هفضل اعمل. ودي المره الثالثه وان شاء الله هعمل تاني. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى تحطوا اللايك لو لسه ما حطيتوش اللايك، وتشتركوا في قناتي. مع الف سلامه.